جماعة، بمناسبة الترند اللي طالع اليومين دول بتوع المندوب اللي هو فتح الاوردر وبص فيه ورجع للعميلة تاني قال لها الاوردر مش الاوردر. والنسبة تقول لك يا جماعة لما نشتري بعد كده اوردر نشوف المندوب راضي عنه ولا لأ. واللي يقول لك طب فين الخصوصية، واللي يقول لك مش عارفة ايه. فبصوا يا جماعة، عشان خاطر في اصول او رولز احنا بنتبعها كمناديب، الناس ما تعرفش عنها حاجة تقريبا. مبدئيا حابب اوضح ان في فرق بين المندوب الحر والمندوب اللي شغال في شركة او في مطعم او ايا كان. تمام. انت كمندوب شغال في مطعم او شغال في شركة شحن، لو حصل لا قدر الله اي حاجة وانت شغال، انت ممكن ترجع للشركة، ليك مدير ترجع له. اي ما يحصل في الامور امور في مكان انت شغال فيه. حلو. انت بقى كمندوب شحن حر، حر بقرر تاني على حر. انت شغال براس مالك بفلوسك، بتنزل من بيتك بفلوسك، بتصرفها كمقدم في اوردرات للناس انت متعرفهمش، في اوردرات انت ممكن متبقاش عارف محتواها ايه، عشان خاطر انت شغال حر. فمعنى كده ان لا قدر الله حصل اي حاجه، مفيش حد يجيب لك حقك ومفيش حد يثبت اي حاجه. تمام. فلازم انت تثبت حقك وتثبت يعني عشان خاطر ما يتنصبش عليك. وده بيتم ازاي؟ اول حاجه بان انت ما بتستلمش اوردر من الشارع، لان لو رحت سلمته ما لقيتش اللي هيستلم لاي سبب كان، سواء بقى كان اوردر مضروب كان هو متفق معاه، اوردر بايظ، فلا تلاقي مكان ترجع له تاني عشان تستلم فلوسك اللي انت دفعتها. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تبص في الاوردر. مفيش حاجه اسمها خصوصيه ومش خصوصيه. الاوردر ده انت دافع ثمنه وهو حقه ياخد ثمنه مقدما قبل ما انت تروح تسلمه اصلا، عشان مش عرفني، مش انت ممكن كمندوب تسرقني؟ طب انت دلوقتي مش واثق فيا وشايف ان انا ممكن اسرقك، يبقى انا كمان لازم اضمن حقي واشوف الاوردر اللي انا دافع فيه فلوس يستاهل ان انا ادفع فيه فلوس. فاهم ازاي؟ فلازم ابص فيه. ما انت ممكن معلش الاوردر تبقى حاطط فيه حاجه غير قانونيه، لو انا حد فتشني هلبسها والحرامي بشيلته. ممكن الاوردر يبقى فيه حاجه مقطوعه او حاجه بايظه، لو رحت للعميل مش هيرضى يستلمها، ترجعني تاني. لو رجعت لك تاني مش ضمني ان انت هتديني حق التوصيل مرتين رايح جاي، وده حقي. حصلت قبل كده كتير، الناس بتقول لك انا مالي لما خسرت، تخسر معايا. فاهم؟ ايش ضمني ان الاوردر ده يسوى المبلغ اللي انت خدته مني؟ ما ممكن تبقى حاطيني شويه كراتين ولا شويه ورق في كيسه وتقولي خد اوردر اهو، عشان خاطر تاخد المقدم مني وبعد كده مع السلامه انت بقى. فميزه المندوب الحر يا جماعه ان هو بيوصل لك حاجتك في نفس اليوم، بيجي لك مخصوص وبياخد منك الحاجه وبيوصلها لك في نفس اليوم. بس هو لازم يضمن حقه، لان هو لو ما ضمنش حقه محدش هيجيبهوله، عشان هو شغال، يعتبر هو شغال فريلانس او شغال صاحب بيزنس بتاعه هو شخصيا، ان هو بيروح يوصل اوردرات بفلوسه. فاهم؟ وليه الحق ان هو يقبل او يرفض اي اوردر. عشان خاطر شفت ناس بتطلع تتكلم تقول لك في مندوب طلبته يجي يوصل لي حاجه ومرضاش، هو حر.